مش معاك مهندس وعايز تعرف ازاي تشطب بيتك او شقتك او ايه الخطوات اللي انا اشتغل بيها، او معاك مهندس وعايز تعرف هو ماشي بترتيب مظبوط ولا لا. طيب اول حاجه احنا معانا بند التعديل. في جميع الاحوال سواء معاك مهندس او مش معاك مهندس لازم تعمل على الاقل ترفع مقاسات البيت بتاعك وتشوف ايه التعديلات اللي انت نفسك فيها مهندس يعملها لك، وتبدا في عمليه التشطيبات. رقم واحد التعديلات. خلصنا من الرسومات، عدلناها، عرفنا عايزين ايه على الورق. مهم قوي، عدل مليون مره على الورق بس نفذ مره واحده بس. هنكسر وهنبني الجديد نبنيه على اصوله. بين العمدان وبين المباني لازم يتعمل كنات، بين العمدان وبين المباني لازم يتحط فايبر، وتفاصيل كتير ممكن نتكلم عنها في فيديوهات بعد كده. فتبني مظبوط، بعد كده تدخل المحار يمحر لك الحمام والمطبخ ويعمل لك بقيه الشقه بؤج، او لو انت هتأكس تعمل تأكيس وزي وتربيع ويبقى لك كل الشقه. بعد كده هنتكلم في الثلاث حاجات الخطيره جدا اللي لازم تاخد بالك منهم. رقم واحد تأسيس اماكن التكييفات عشان لو محتاج فريون، وبيشتغل معاه السباك علشان يعمل لك الصرف، وعشان طبعا يشتغل لك في الحمامات. بيدخل بعدهم الكهرباء. خلاص كده طبعا بيشتغل على البؤج اللي معموله وبيشتغل مظبوط. بعد كده نبدا بالجيتسون بورد والارضيات. بعد كده نشتغل في المعجون والتاسيس. يعني ايه تاسيس؟ تاسيس الدهانات. خلاص كده لحد البطانه او ما قبل البطانه ممكن ندي سيلر ونوقف على كده. بعد كده بنشتغل على التجاليد، والتجاليد دي بتخش معاها الابواب والالومنيوم. جميل كده، بيخش مع التجاليد الابواب والالومنيوم. وطبعا بتاع الارضيات ما بيعملكش الوزر اللي جنب الابواب، عشان بعد كده بعد ما الابواب تركب والالومنيوم يركب ونخلي السقيه في الاخر. طيب الدهانات. الدهانات هتخش تاني بعد كده ويشتغل دهانات لحد ما قبل الوش الاخير. ما قبل الوش الاخير يعني هيبطن وهيدي وش من الفينش. بعد كده شطب كهرباء وشطب سباكه، كمان اركب التكييفات. خلاص كده خلصت؟ لا ما خلصتش. بعد كده هندي الوش الاخير ونعمل حاجه اسمها الفينش النهائي، الا وهو كل ما هو ليه علاقات. علاقه بين بر مش كويسه مع الوزره، علاقه بين تجليده. كل العلاقات دي هنبدا نعالجها سواء بسيليكون او سواء بمعجونه من نفس اللون، شويه تقفيلات وشويه حاجات. والمرحله دي بنسميها مرحله ايه؟ التسليم. يفضل وانت شغال في مرحله الارضيات او مرحله التجاليد تكون بتعمل الفرنتشر بتاعك عشان تسلم الاثنين مع بعض. يومكم جميل.